عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نموذج أسئلة المقابلة الشفوية لنهار اليوم اللي هو 13 5 2024. دونك أسئلة اللي هما الصراحة مازال كاينين شي أسئلة أخرين غيكونوا في الفيديو اللي من موراه إن شاء الله. أسئلة غاديين وكيصعبوا علاش. كل ما دوزت يا الدراري أنا كنصحكم انه اللي سال الوحدات ديالو يراجع ويمشي يدوز، لان كل ما تعطلتي كل ما غيزيدوا يقصحوا لك الاسئله. من الاحسن دوزوا في هاد الايامات هادو اللي جايه قبل ما يخرج شهر خمسة. صافي في الاخر ديال شهر خمسة كاع سيروا دوزوا. الو، واحد الملحوظه بغيت نشير ليها. راه بزاف ديال الناس اللي مازال ما سالاوش الوحدات، يعني في الوحده الثالثه ومازال ما سالاوهاش، صوناو ليهم قال لهم باش تجيو دوزوا الشفوي. دونك من الاحسن بنادم يسالي الوحدات ديالو ويتهنى. هادو كيوقعوا، يعني كيوقع ديكالاج، يعني ماشي غير واحد ولا جوج. بزاف اللي صيفطوا لهم في الايميل انهم خاصهم يدوزوا في 25 في هذا الشهر، هما مازال ما سالاوش الوحده الثالثه. دونك اللي كنصحكم به الدراري هو انكم يعني تحفظوا وتراجعوا مزيان. دونك غادي نشوفوا هاد الاسئله اللي تعطاو اليوم ان شاء الله. هاد الاسئله اللي شويه جاوني شويه معقدين، وغادي نعطيكم الاجوبه بطبيعه الحال. كاين الاجوبه كيما واحد الكومونتير كان درت واحد البنت قالت لي حقا تعطي الاجوبه. غادي نحاولوا ان شاء الله نعطيو كل اسئله ونعطيو الاجوبه ديالهم باش هكا نكونوا يعني هانين من هذه المساله. وكنتمنى انكم تبارطاجيو لاشين يوتيوب مع صحابكم، نتساوناش دائما بالدعاء. اي حاجه استفدتي منها دائما مع بنادم، لان راه غير فتره هذه يعني غتاخد معلومات وغتمشي، يعني كلها تخدم في الشهر ولا ما تخدميش على حساب كل واحد وزهره. المهم الدراري غنبداو باول حاجه. شنو هو التقديم؟ التقديم باينه. عرف لينا براسك، عرفنا راسك شنو كدير شنو كدير، هذه راه باينه. اذكر انواع المساكين. شنو هما انواع المساكين؟ يلا غنشوفوا الاجوبه ديالهم. ما هي انواع الاستمارات؟ ما الفرق بين التحيين والتوطين؟ هذا دائما كيتحط هذا الفرق بين التحيين والتوطين. غير حفظ يا معلم. انواع الاستمارات غير حفظهم يا معلم. باش تقدم راسك غير سير موجود. مفهوم منطقة الإحصاء غير سير حافظها. هنا واحد جوج أسئلة اللي غيصعبوا شوية في السؤال 6 و7. قال لك في حالة سيدي مشيتي لواحد البناية ولا الشقة وجبرتي، يعني لقيتي هذوك موالين الدار ما فيهاش، يعني شنو غدير؟ شنو نوع الاستماره اللي غتعمر في هذه الحاله؟ دونك غنشوفوا هاد الريبونس هادي. بطبيعه الحال كنا كنخليو واحد الاستماره فارغه وكنديروا فيها واحد الاشعار اننا باش نعاودوا نرجعوا ليها، يعني وخاصني ما نمشيش ما ننتقلش لجزيره اخرى حتى نحصي داك المنطقه ونحصي ديك البلاصه اللي كنت خليت فيها الاشعار. المهم هذيك راح نشوفوا الجواب. قال لك مشيتي يا سيدي للشقه، السؤال 7. مشيتي للشقه في 20 شو تنبير وجبرتي فيها مراسم الجنازه، يعني لقيتي فيها شي وحده ميت، وقالت لك الزوجه باللي توفي لها الرجل ديالها، يعني الزوج ديالها توفى في 18 شنو تنبير. شنو اللي غتحصى في هذه الحاله؟ دونك مشيتي لواحد الدار ولقيتي في هذاك الدار هذيك الزوجه مات لها راجلها في هذيك الايامات، يعني مات في 18 تنبير. دونك راه مات مورا تاريخ مرجع الاحصاء، دونك راه غادي تحصى واخا مات. صافي. دابا غنشوفوا الاجوبه. الاجوبه انواع المساكن. شنو هما انواع المساكن اللي عندنا؟ عندنا الفيلا، شقه في عماره، دار مغربيه عصريه، دار مغربيه تقليديه، ودوار الصفيح. هادو هما الانواع اللي عندنا. يتحفظوا الدراري هادو، يتحفظوا انواع المساكن نحفظهم. انواع الاستمارات عندنا استمارات الاسر والمساكن اللي هما الاستماره الطويله والاستماره القصيره. استمارات الاسر الرحاله، استماره المنازل الفارغه او الثانويه او الموسميه، استماره الاشخاص بدون مأوى، استماره المحسوبين على حده. هادو هما الانواع ديال الاستمارات. عندنا خمسه. دونك 1 2 3 4 5. دونك عندنا خمسه ديال الاستمارات. هادو هما الاستمارات اللي عندنا. الفرق ما بين التحيين والتوطين: التحيين هو تعديل حدود منطقة الإحصاء سواء كانت جزيرة في المجال الحضري أو قطعة في المجال القروي، وذلك يوم 30 و 21 غشت. يعني هذا يعني أعطيتكم أبسط يعني التعاريف. التوطين هو إضافة أو حذف بنايات موجودة في خارطة الإحصاء وغير موجودة في الميدان أو العكس، وذلك بالموازاة مع عملية الإحصاء. هذا الشيء تحفظ الدراري، وما تنساوناش كما قلت لكم بالدعاء. السؤال 5 قلنا لنا منطقة إحصاء. شنو هو التعريف ديال منطقة الإحصاء؟ منطقة الإحصاء هي منطقة جغرافية قروية أو حضارية ذات معالم واضحة ويسند إحصاؤها لباحث واحد، يعني باحث واحد هو اللي كيمشي لديك المنطقة ديال الإحصاء. قال لك في السؤال 6: لقيت واحد الدار خاوية، يعني لقيت واحد الدار خاوية، مشيت بغيت نحسها ولقيت الدار خاوية. نسولو الجيران الا كانت هذه الاسره غائبه وغترجع في الليل، غنملا استمارات المسكن ونخلي لهم اشعار انني غنرجع لاحقا ياك. اما اذا كانوا ما غيرجعوش غنملا استماره المسكن الثانوي او الموسمي. يعني من بعد ما غنسول الجيران اكيد، يعني غنتاكد بلي ان هذاك الدار واش هذوك الناس كيسكنوا فيها او لا كيجيو لها غير في الصيف
او لا غيجيو ليها في الليل، يعني كنت تنتاكد وعاد نعمر داك الاستماره اللي غنعمر استماره فارغه. صافي. السؤال 7: أكيد غادي نحصي الأسرة كلها بما فيهم الشخص المتوفي لأنه كان في تاريخ مرجع الإحصاء. دونك أنا باش غنمشي لواحد دار الجنازة، غنلقى يعني الموتى يعني مات هو 18 تنبير. دونك غادي نحاول نحصي الدار كاملة. غير هي وواحد الحاجة، هادو أجوبة عطيتهم أنا ياك، غير هو واحد الحاجة خصكم تردوا لها البال. هاد السؤال 7 بحال بان ليا فيه شوية اللبس. ما عرفتش الصراحة، والله ما عرفتش. المهم، اللي مأكد من شي جواب او لا عنده شي جواب اللي هو مقنع، حاول خلينا في كومونتير، الله يرحم الوالدين. لان انا ما فهمتش، ما جاتنيش يعني انه كاين موت وانت غتبدا تحسي فيهم. اجي انت شحال عندك في عمرك، اجي انت شنو كدير، شنو كديري المزاولات الخدمه ديالك، راجلك شنو كان كيدير، ولدك شنو كيدير. هادي فهمتي هما في واحد الغمه، واحد البنادم فهمتي. كتكون عندك الموت وكيموت لك الاقرب اشخاص لك، اللي هو فهمتي كيكون هو مول الدار، يعني صعيبه واحد شويه. المهم الدراري اللي عرف شي جواب ديال هذا السؤال 7 يخليه لنا في كومونتير، او لا غير اعطينا الاقتراح ديالك انت كواحد يعني كباحث مشيتي. حيت نورمالمون هاد الاسئله غادي كيصعبوا شويه، حيت هاد الحاله غادي تلاقى معاه، ماشي ما غاديش تلاقى معاه. والحاله الاخرى اللي تقدر تحط هي حتى هي اللي عرف مثلا، اللي كان عارف الحاله الاخرى يجي يجاوبنا في كومونتير. ما خاسر والو، كتب كومونتير باش كلشي يستافد. الا لقيتي مثلا مشيتي ولقيتيهم دايرين عرس، يعني كاين شي عرس، دونك حتى هادي تقدر تكون شي فهمتي. يعني بزاف د الحالات غادي تقدر تلقاهم. اولا بعض المرات يقول لك مثلا مشيتي لواحد الدار ولقيتي ان هذيك الدار يعني شاعله فيها العافيه او شي حاجه، يعني بزاف د الحوايج. دونك كنتمنى انني كون فتكم الدراري في هذه الاسئله. ما تنسوناش بالدعاء، والله يسهل عليكم اي بون شون.